السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بيشاستي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحلوى اللي كتجي رائعة جدا. ممكن انكم توجدوها لوليداتكم في البيت بلا ما يشريها لواحد من الزنقة. فهي كنديرها بواحد الجينواز اللي سهلة وبسيطة، لا من ناحية المقادير ولا من ناحية الطريقة ديال الاستعمال ديالها. كنتمنى انكم تتابعوني في الفيديو من الاول الى الاخير باش تشوفوا الطريقة ديال هذه الحلوى كيفاش درت لها، ونتمنى انها تعجبكم كذلك. ما تنسوناش باللايكات ديالكم، بالاشتراك ديالكم في القناة بالنسبة للناس الجدد، وكذلك بالتعليقات ديالكم، وذلك فضلا وليس امرا. فهاد الجينواز راها كتجي رائعه جدا وكتجي هشيشه كما كتشوفوا في الفيديو، كتقطع بسهوله وكتجي بنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها والى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالتعليقات ديالكم. فاول حاجه من قبل ما كنبدا هاد الطورطه هاد الجينواز كنوجد الكريمه ديالها، واللي هي كناخذ الكريمه ديال التا او لا اللي كتطلع بالباطور، راها كتباع في كل شيء. وكذلك كنحتاج الماسكاربوني، لان بعض المرات الكريمه كتديرها واخا كتطلعها بالروبو فراها كتجي خفيفه وجاريه، يعني كتجي سايحه ما كتجيش واقفه بزاف. فضروري اننا كنزيدوا معاها الماسكاربوني، هو اللي كيعقدها وكيجيبها رائعه جدا، وحتى المذاق كيجي زوين بزاف. فكما كتشوفوا كنطرب هاد الكريمه مزيان مزيان حتى كتطلع مزيان. ملي كتطلع كنزيدها الماسكاربوني كذلك وكنطلعها مزيان وكنديرها في الثلاجه تبرد. فضروري كتاخذ واحد شويه ديال البروده باش كتجي عاقده مزيان. هنا كيف كتشوفوا الماسكاربوني غير داك الطاسه الصغيره راها كتجي كافيه باش كتعقد. انا حتى هذه بحال الفرماج دايره، يعني كتجيب المذاق زوين بزاف. كنزيد نطربها مزيان وراها كتعقد وكتجي كريمه رائعه جدا لجميع الحلويات ديال المنفاي او الطورطات. ممكن انكم تستعملوا هاد الطورطه، يعني سهله، جوج مقادير. يعني الماسكاربوني واي كريمه شريتوها طلعوها واخا انها ما تكونش كتطلع مزيان ولا كتجي عاقده، فغتخلطوها غير مع الماسكاربوني راها كتعقد وكتجي رائعه بزاف. فكما كتشوفوا هنايا كيما عقدات كتجي زوينه بزاف، راها باينه جات عاقده جدا. كنحيد داك الروبو وكنديرها مثلا تبقى بارده في الثلاجه غير لتحت وكنخليها ابار. هنايا بالنسبه للمقادير ديال الجينواز كنحتاجوا 4 ديال البيضات في حراره المطبخ، رشه ملح، ساشي ديال الفاني، كاس ديال الدقيق، وكاس ديال السكر سنيده اللي ما يكونوش كاملين بزاف. انا عطيت العبار بالكاس باش تجي سهله لاي واحد اللي ما يعرفش يدير العبار ولا ما عندوش الميزان، فغير بالكاس سهله. هنا كناخذ واحد الجبانه كنديروا فيها 4 البيضات ديالنا. اللي كان عنده البيض كبير يدير غير 3 البيضات. انا عندي هنا البيض متوسط، داكشي باش درت 4 البيضات. كندير داك رشه الملح وكنزيد عليها الكاس ديال سكر سنيده والساشي ديال الفاني، وكنطرب الكل في دقه واحده. ما كنعزل لا بيض بوحدو الابيض بوحدو ولا الصفر بوحديتو، كنخلط كلشي وكنخلي هاد الكميه هذه تقريبا تضاعف شي 2 المرات مزيان. كنطربها قريب شي 10 دقائق ولا اكثر شويش على ما كتضاعف الكميه مزيان. ومن بعد عاد كنضيف ليه هذاك الكاس ديال الدقيق، ربما انني نقسمه على 3 ديال المرات او 2 المرات، يعني غير بشويه، ونبقى نحرك من التحت للفوق. يعني داك ساعات كنكون حيدت الباطور، كنبقى نخلط غير هذا الخليط ديال البيض مع الدقيق غير بملعقه الخشب او البلاستيك من التحت للفوق. ملي كنخلطها مزيان وكيتمزج داك الدقيق مزيان مع البيض، ما كيبقاوش داك الكويرات. من الافضل داك الدقيق اننا نغربلوه باش ما يكونش فيه داك الكويرات. كيجي مزيان وكيتخلط مزيان. من بعد كنديروه في واحد اللاطه اللي كنكونوا مجهزينها من الاول، يعني لاطه فيها دهنينها بالزيت وكنديروا عليها الورق ديال الفرن وكنكونوا موجدينها ابار. هنا كما كتشوفوا فاش كنضيف الدقيق راه من الافضل راني كنغربلو باش ما يكونوش فيه كويرات، وكنبقى نحرك من التحت الى الفوق كما كتشوفوا في الفيديو. راه تجي سهله وبسيطه، مقادير بسيطه جدا وكتجي رائعه جدا، كتجي رطبه وهشيشه، كتجي زوينه. نتوما غتشوفوا في اخر الفيديو كيفاش كتجي. فكنبقى هنايا مره على مره كنبقى نضيف الدقيق حتى كنسالي داك الكاس، راه بسرعه دغيا دغيا كنساليه كنحرك من التحت للفوق. وهي الكريمه او لا العجين ديال الجينواز جاهز، وكنديروه في اللاطه ديالنا ومن بعد كنديروه في الفرن. بالنسبه للفرن يكون دافي واحد شويش، وراه كنديروه على عافيه مهيله بزاف، وتقريبا غير 10 دقائق. ما نخليوهاش تتحمر بزاف ولا، لانها راه غادي تقصح، لان هاد العجين راه خاصها تكون رطبه وهشيشه.
فكما شفتوا جات جينواز رائعه جدا، وجات رطبه وزوينه. كنديرها كنفرش مثلا ورقه عليها كذلك ديال الفرن باش كنقلبها، باش كنحيد داك الورق، يعني كيتحيد بسهوله. ومن بعد كندير واحد البلاستيك من التحت، يعني السلوفان ولا، وكنولي نحط عليه بالورق ديالها هاد الجينواز، وكنسقيها واحد شويه د السيرو، سواء اللي كان عندكم مناضه ولا انا درت واحد شويه ديال السكر مع شويه ديال الماء، ودرتو يغلي شويه، درت عليه واحد الطريف ديال الليمون، يعني غير تقريبا غير نسكس باش نسقيها واحد شويش وتشرب. ومن بعد عاد كندهنها بالكريمه اللي وجدنا، اللي كتكون عندنا في الثلاجه كتبرد، كندهنها بالكريمه وعاد كنلويها. وهانتوما غتبقاو معايا في الطريقه كيفاش كنلوي هاد الحلوه هادي، وكيفاش كنزينها بواحد شويه ديال الشكلاط وشويه ديال الفيغميسيل داك الحليوات. وبقاو معايا في الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوناش باللايكات ديالكم كذلك، وبالاشتراكات ديالكم، وكذلك بالتعليقات ديالكم فضلا وليس امرا. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وإلا كان شي اقتراح من عندكم مرحبا والف مرحبا، والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.